مرحبا حبايبي، عساكم خير صحة وسلامة من قناة هيلو قرنفل. اليوم رجعت وياكم وصفة جديدة وطريقة جديدة للنوتيلا البيضة. إن شاء الله الكل راح تستفاد من عندها، وأكيد تقدرون تحتفظون بها بالثلاجة. بالبداية عندي هنا نص كوب نستلة خام بيضة، نحطها بالمايكرويف، وراح نبدي نخلي من المقادير اللي تشوفوها من كل شي نص كوب سكر، ونص كوب حليب سائل، ونص كوب حليب باودر، ونص كوب زيت، ونخلي الفانيلا وندخلهم على الخلط. واذا كانت متوفرة عندكم فانيلا سائل بعد اضبط، ظرف او ظرفين مو مشكلة. نخلطها، وهنا نتأكد انه النستلة ذابت عندنا، وراح نضيفها على الخلاط، يعني على المزيج نفسه. ورا ما نتأكد انه الحبيبات كلها ذابت، وراح نبدي هنا بهذا الشكل اتنعمت، وراح نضيفها ونخلطها. وهنا كمل المزيج عندي. شوفوا لي القوام ايش قد ثخين، وهنا بعدنا احنا بدرجة حرارة الغرفة، لا مخلين مي دافي ولا مخلين اي شيء، السكر ذاب والمواد كلها اختلطت. هنا النوتيلا كلش طيبة، تقدرون تحتفظون بها بالثلاجة تقريبا 3 أسابيع ما عليها شيء، لان بدون مواد حافظة هي. واذا مدة اطول تقدرون تحتفظون بها بالفريز. تطلعوها قبل 5 ساعات قبل الاستخدام على مود تكون ذايبة. هنا قوامها قلنا بدرجة حرارة الغرفة، اكيد بالثلاجة راح تكون اثخن. شوفوا لي القوام ما شاء الله شقد حلو، ومجرد راح ياخذ برودة راح تقدرون حتى تشكلون من عنده شغلات كلش حلوة واستخدامات عديدة له. هنا خلونا نضيفه بعلبة بلاستيك او زجاج حسب المتوفر عندكم. وراح اشوفكم المفاجأة، الوزن من نص كوب من كل هاي المواد شنو سوت لي الكمية. يعني نص كوب حليب، ونص كوب سكر، ونص كوب زيت، ونص كوب حليب سائل، وفانيلا بسيطة، ونص كوب حليب نستلة خام حسب نوع النستلة، إذا تعجبكم بلجيكية أو عادية، يعني حسب الأسعار المتوفرة بالسوق والإمكانية اللي تقدرون تاخذون بها. باع الوزن 644، نقدر نقول 650 غرام أو 600 غرام طلعت لي. وهذا قوامها ما شاء الله كلش عجبني، وطعمها بصراحة كلش طيب، يعني اللي يجربها ما راح يتركها. تقدرون تستخدموها على الكيكات، على الحلويات، يعني حشوات بعض المعجنات. ما شاء الله قوامها رائع. ان شاء الله عجبتكم الوصفة، وجدا سهلة، ما تاخذ من عندكم 5 دقائق فقط تحتفظون بها. تحياتي لكم، واتمنى تشيرون الفيديو وتنطوا لاصحابكم. مع السلامة.